صباح الفل. هو احنا ليه بنقيس كبس الموتور؟ كتير مننا بيلجأ لعملية قياس كبس الموتور سواء عشان يطمئن على حالة الموتور في عربيته أو هو بيشتري عربية مستعملة عشان يضمن كفاءة الموتور ويبقى ضامن يعني إن الفلوس اللي بتدفع دي تبقى في مكانها. طب هو أنت عارف يعني إيه قياس كبس الموتور؟ أكيد عارف يعني إيه كبس الموتور، وهو إن أنا بقيس كبس الموتور. ايوه، بتقيس ايه جوه الموتور؟ يعني بتقيس ايه ايه كبس الموتور ده؟ يعني بتقيس ايه جوه الموتور بالظبط؟ المشكله الحقيقيه مش في اللي بيقيس كبس الموتور وهو مش عارف يعني ايه قياس كبس الموتور، اهو على الاقل عارف ان في حاجه اسمها جهاز قياس كبس الموتور. المشكله الاكبر بتبقى في اللي ما يعرفش اصلا ان في حاجه اسمها قياس كبس الموتور، او اللي ما بيطمنش على حاله كبس الموتور عنده كل فترة، أو اللي ما بيلجأش لقياس كبس الموتور وهو بيشتري عربية مستعملة وبعد كده نرجع نزعل ونقول إن الموتور كبسه ضعيف وفيه مشاكل. تعالى بقى معايا أعرفك يعني إيه قياس كبس الموتور وإمتى أستخدم قياس كبس الموتور، وهل فعلا الجهاز ده ليه وظيفة وفايدة ولا ممكن إن أنا أستغنى عنه. خليك معايا. احنا كنا سبق قبل كده واتكلمنا عن البساتم وقلنا ان هي المشغل الحقيقي للموتور وهي المسؤولة عن عدد لفاته وسرعة الموتور وحاجات كتير جدا. طيب بمراجعة بسيطة كده للي كنا سبق وقلناه قبل كده، البساتم دي كل وظيفتها انها تفضل تطلع وتنزل في قلب الموتور، تنزل تلم هواء وبنزين وتقوم تطلع تاني في النقطة الميتة العليا. الهواء والبنزين دول يتضغطوا في صورة خليط، يقوم البوجيه يدي الشرارة، فالخليط ده ينفجر يخرج العادم وينزل البستم من تاني يلم هواء وبنزين ويطلع تاني في النقطة الميتة العليا، يتضغط الخليط ده والبوجيه يدي الشرارة فالاحتراق يحصل ويخرج العادم، وهكذا وتفضل الدورة ماشية هكذا. البساتم طالعة ونازلة بتلم هواء في بنزين بيتحرقوا ويطلع العادم وهكذا. ده اللي كنا سبق واتكلمنا فيه باختصار شديد جدا جدا. وطبعا عدد البساتم في كل موتور بيختلف من موتور للتاني، يعني لو موتور 4 سلندر يبقى عدد البساتم فيه 4 بستم، لو 6 سلندر 6 بستم، يعني بمعدل بستم لكل سلندر او بستم لكل غرفة. فلو عندك 4 غرف يبقى 4 سلندر، 6 غرف يبقى 6 سلندر، 8 غرف يبقى 8 سلندر، وهكذا. ايه نفس الكلام في عدد البساتم. طيب بعد ما رجعنا خلاص عن فكرة البساتم او فكرة الموتور بيشتغل ازاي، الزتونة هنا بقى هي في الخليط اللي احنا كنا اتكلمنا عنه اللي هو الهواء والبنزين. كل ما الخليط ده كان احكامه افضل وكان الباور افضل والحريق افضل، كل ما كان الباور اللي بيخرج من الموتور في المحصله النهائيه كل ما كان اقوى. يعني كل ما الخليط اللي هو الهواء والبنزين ده ما حصلش فيه تهريب، وركز في كلمه تهريب دي قوي، كل ما كان الباور افضل وكل ما كان الموتور بشكل عام افضل بكتير. بس ايه ده تهريب؟ تهريب. ما هو انا ما قلتلكش، ما هو البستم وهو طالع بيضغط الهواء والبنزين اللي هو اخدهم دول عشان الهواء والبنزين دول ما يقعوش او ما يتدلقوش من على وش البستم ويهرب بقى الباور ويروح الباور خلاص زي ما كنا قلنا فكرة التهريب. فبيبقى في حاجة اسمها شمبر الضغط. شمبر الضغط ده هو المسؤول عن ان الهواء والبنزين دول ما يهربوش من على وش البستم عشان نضمن حريق افضل. والشمبر ده زي ما قلنا كل وظيفته ان هو ما يهربش غاز الاحتراق المتولد وقت الاشتعال، وقت ما البوجيه بيولع في الخليط بتاع الهواء والبنزين. الشمبر ده المسؤول عن احكام ضغط الغاز ده انه ما يهربش، لانه لو هرب ما بقاش في باور، خلاص انتهينا كده، خلاص كده الباور اللي الموتور بيعمله او اللي تحديدا البستم بيعمله كده راح خلاص وما بقاش موجود نتيجه ان شمبر الضغط اصلا فيه مشكله. هنا بقى تيجي وظيفه قياس او جهاز قياس كبس الموتور. قياس كبس الموتور اصطلاحا هو يقصد بيه مدى احكام الشمبر والبستم في غرفه الاحتراق. هل الشمبر ده بينفس؟ هل بيهرب؟ الفكره العامه ان انا جهاز قياس كبس الموتور بيقيس الضغط جوه كل بستم من الاربع بساتم او من الست بساتم او من الثمان بساتم حسب تصميم كل موتور. لو موتور 4 سلندر او 6 سلندر او 8 سلندر ايا كان، بيقيس الضغط جوه كل غرفه حريق. وبنقدر عن طريق اعلى واقل ضغط في الاربع بساتم او في الستة او في الثمانية نقيس الكفاءة العامة للموتور، نعرف الموتور ده الباور بتاعه ده كويس ما بيهربش. طب حتى لو في تنفيس بسيط بيبقى بمعدل قد ايه؟ هل معدل مسموح بيه ان العربية دي تفضل ماشية ما تضطرش ان هي تعمل عمرة كاملة في اقرب فرصة، ولا الموتور كده خلاص بينهار؟ طيب لو جهاز قياس كبس الموتور زي ما قلنا كده
اتكلمنا لو اثبت ان الموتور ده كبسه ضعيف، ايه اللي المفروض الموتور ده بيحصل فيه او بنحس بايه؟ بنحس كأن الموتور بيجري في مكانه. عارف الاحساس ده اللي هو الموتور بيعافر عشان يجمع سرعته. ممكن يوصل الموضوع كمان ان الموتور يثبت على سرعه معينه ما يتعدهاش 130 140، تلاقي ده اخرك على الطريق او ده اخر الموتور على الطريق. مهما ضغطت على دواسه البنزين هي دي اخر سرعه للموتور وبيعافر عشان يجمعها. هو ده الاحساس العام اللي هتحسه لو الكبس فيه مشكله. بالاضافه كمان لنقطه مهمه جدا، هتحس كمان ان الموتور خارج منه صهد وحراره مش طبيعيه. الموتور مش سخن بس انت حاسس بصهد وحاجه غلط في الموتور، في حاجه غلط. لان احد وظائف الشامبر او الكومبريشن جاز سيلينج انه بيعمل حاجه اسمها هيت ترانسفير او مبادله حراريه بين البساتم. طبعا الضغط اللي البستم بيعمله ده بيولد درجات حراره عاليه جدا توصل ل 300 درجه مئويه. المفترض ان الشامبر بيعمل مبادله حراريه بين البستم وبين جدران السلندر من بره، وطبعا بقى عن طريق من ميه التبريد والكلام ده كله، مش هنخش في تفاصيل كتير. لكن هو احد وظائف الشامبر ان هو بيعمل مبادله حراريه، فهو اصلا لو في مشكله مش هيعمل مبادله حراريه بشكل صحيح، وبالتالي الموتور هيخرج منه صهد مش طبيعي. هو مش هيسخن بس هتحس بصهد كده مش اللي انت متعود عليه. طيب وهنا بيبقى الحل فين؟ الحل هنا في حاجه من اتنين، يا اما بنعمل نص عمره وبنغير طقم الشامبر بتاع كل بستم وبنكتفي بهذا الامر، او بنعمل عمره كامله لو الموتور وصل لحاله سيئه وكانت الشمايز متسلخه هي وكراسي الكرنك والدنيا كانت بايظه خالص. اخيرا جهاز قياس كبس الموتور جهاز مهم جدا عشان تعرف بيه الحاله العامه للموتور والكفاءه العامه للموتور، سواء في عربيتك او في اي عربيه انت بتشتريها مستعمله جديده او قديمه، عشان تبقى ضامن ان فلوسك بتتحط في مكانها الصح. اتمنى ما اكونش طولت عليكم وتكون المعلومه كانت خفيفه، ولو في اي استفسار عايز تسال عنه ممكن تسيبولي تحت في التعليقات وانا هرد عليك. واستنوني في حلقه جديده ان شاء الله. كان معكم طارق زعلوق، السلام عليكم.